لو بتستخدم اليو اس بي كتير على الجهاز بتاعك سواء لو بتستخدم مخارج اليو اس بي لو بتستخدم اليو اس بي كتير على الجهاز بتاعك وزهقت من قله المخارج ومش عايز كل شويه تقوم وتلف وتوصل في الكيسه من ورا وترجع تاني والقصه المعتاده دي، وكمان معاك هاردات اكسترنال وفلاشات وطول ما انت قاعد عمال تغير وتبدل، عايز حاجه قريبه من ايدك كده في السهل وتكون كمان مخارجها كتيره، يبقى الفيديو ده عشانك يا صديقي. معانا النهارده يو اس بي هاب 16 بورت، انت مدرك الرقم؟ 16 مخرج يو اس بي 3 معاك، ده غير التايب سي كمان، يعني حتى لو بوردتك ما بتدعمش التايب سي هيبقى معاك تايب سي في الهاب ده، زائد طبعا شاحن الموبايل، مش مضطر تمشي دايما بالشاحن نفسه، لا يكفيك الكابل بس وبرضه هتقدر تشحن من خلال الهاب ده، يعني متعدد المزايا. معانا النهارده موديلين يو اس بي هاب من شركه كيسز، الموديل الاولاني 16 بورت يو اس بي 3 بس، والموديل الثاني 16 بورت برضه بس متوزع ما بين فتحات للشحن وفتحات يو اس بي 2 ويو اس بي 3 وتايب سي كمان. هنجربهم في حلقتنا النهارده ونشوف كل تفاصيلهم مع بعض. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عايز شرح لاي معلومه تقنيه او مراجعه لقطعه هاردوير ابعت لنا تحت في التعليقات. وندعي كلنا طبعا لاخواتنا في مصر وفلسطين وفي لبنان وفي كل الدول العربيه، ربنا يفرجها علينا جميعا يا رب. هيا بنا في رحله شهابيه جديده. اول يو اس بي هاب معانا هو ال 16 بورت يو اس بي 3، وده بيجي ب 16 بورت كلهم يو اس بي 3. التغليف عباره عن علبه صغيره باللون الابيض عليها صوره ملونه للمنتج، وفي شويه معلومات من الظهر بتاع العلبه، ومن جوه بنلاقي الهاب متغلف في كيس داخلي ومتامن بقطعه من الكرتون. التغليف بسيط وكويس جدا. بيجي في المتعلقات كابلين للتوصيل يو اس بي 3 ويو اس بي تايب سي، ودي اوبشنز كويسه جدا بتديك اريحيه في التوصيل. كمان بنلاقي ادابتور او باور صغير كده بقدره 90 واط، وفي امكانيه للشحن السريع 12 واط، بالاضافه لكابل صغير لتوصيل الباور في فيشه الكهرباء. الهب شغال يو اس بي 3.1 جين 2، وسرعه النقل فيه بتوصل 10 جيجا في الثانيه. الجسم الخارجي للهب مصنوع من الالومنيوم، بيجي باللون السيلفر، وال16 بورت كل واحد قدامه زرار بحيث تطفي وتشغل البورت اللي يعجبك بدون ما تضطر تشيل الحاجه اللي مركبها، وده اوبشن كويس قوي. لما بنوصل الهب في الكهرباء بينور ليد ازرق، شكله لذيذ وبيديك رؤيه كويسه في الضلمه للبورت نفسه. عندنا دعم للويندوز والماك واللينكس. سعر الهب 16 بورت يو اس بي 3 $70، يعني حوالي 3400 جنيه مصري تقريبا، ومتوقع تغير في الاسعار حسب ظروف العمله في كل بلد. الهب التاني اللي معانا بنفس التغليف وشكل العلبة الخارجي هو 16 بورت برضه، بس مش كلهم يو اس بي 3 زي الاولاني، هما متقسمين بشكل مختلف، يعني 4 يو اس بي 3 و6 يو اس بي 2 و4 للشحن السريع و2 تايب سي. كذلك بيجي معاه كابلين للتوصيل يو اس بي تايب سي ويو اس بي تايب اي، بس المره دي الكابلين في كابل واحد متصممين بشكل احترافي كده زي ما انتم شايفين، عباره عن جزء صغير بيتفك ويتركب بيحول من تايب سي لتايب اي في نفس الكابل. افتكاسه لذيذه بصراحه وهتوفر معاك كتر الاسلاك. بيجي معاه كمان ادابتور او باور صغير بقدره 60 واط، وبرضه امكانيه الشحن السريع بقدره 12 واط. الهب شغال يو اس بي 3 وسرعه النقل فيه بتوصل 5 جيجا في الثانيه. الجسم الخارجي للهب ده من البلاستيك، بيجي باللون الاسود. في الظهر كده بنلاقي مكان لتعليقتين صغيرين فيه عشان لو حابب تعلقه قدامك او جنبك كده في الترابيزه او على الحيطه. عندنا دعم للويندوز والماك واللينكس برضه. سعر الهب $45، يعني حوالي 2200 جنيه مصري، ومتوقع تغير في الاسعار حسب ظروف العمله في كل بلد. دلوقتي نيجي لأهم جزئية، الأداء والتجربة. جهاز التجربة بتاعنا بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. عايز اقولك وصلنا هاردات اكسترنال كبيرة واكسترنال اتش دي دي واس اس دي، ودي معروف انها بتقرا على مخارج البوردة بس او مخارج الكيسة لما تكون كيسة احترافية. كمان وصلنا اكتر من هارد مع بعض على نفس الهب. كمان وصلنا شاحن موبايل وفلاشات ومايك وكيبورد وكاميرا وكل الحاجة اللي عندنا تقريبا. ودي كانت تجربة السرعة بالنسبة للنقل على الهاردات. عايز اقولك الموضوع كان ممتاز جدا، مفيش اي فقد في السرعة، هتقدر توصل لمعدل نقل 500 ميجا في الثانية، كل ده باستقرار وثبات. كمان معدل الشحن 12 واط كان مقبول جدا بالنسبة لموبايل بطاريته 5000 ملي امبير. انا شحنت الموبايل بتاعي من 5% ل 100% في اقل من ساعتين. بالاضافة كمان انه بيوفر علينا ان احنا نمشي بشاحن منفرد، هتمشي بالكابل بس. شركة كيسز عاملة حل مميز لو عايز مخارج يو اس بي كتير، تقدر تتعامل عليها كأنها على البوردة بمنتهى الكفاءة بدون أي مشاكل في السرعة، لغاية 500 ميجا هتقرا معاك زي الفل. كمان لو عايز اصلا مخارج بوردتك ما بتدعمهاش زي التايب سي برضو شغال، بالاضافه للشحن بقدره 12 واط. كل ده في الهب اللي معانا.
بس مش عارف بصراحة ازاي اللي كله يو اس بي 3 سعره اغلى ب$25 من التاني اللي هو فيه تايب سي كمان. مش عارف بيحسبوها ازاي، بس يمكن عشان ده من الالومنيوم او الباور بتاعه اعلى وهم بيعتمدوا ان كله يو اس بي 3 يبقى مكلف اكتر، الله اعلم. لو الاتنين ب$45 اعتقد ده سعر ممتاز جدا، لكن $70 عالي شويتين. فاللي زهق وجرب ماركات كتيرة شعبي وباظت منه او بقت مش مستقرة بعد فترة وفيها مشاكل، هيعرف قيمة الهب الكيسز ده وهيشتريه، لانه حاجة هتعيش معاك وهتنجزك في شغلك قوي. ترشيح شهابي اكيد.